ليه تالتة ثانوي فيلم رعب في حياتك؟ شوفي هو ليه كل مرة ما تقول لحد أنا داخل تالتة ثانوي يبصلك بصة كأنك داخل السجن أو رايح حرب أو رايح تنفذ حكم الإعدام في موسيقى إعدام ميت حواليك؟ تلاقي الناس بتقولك دي سنة مصيرية انسى فيها كل حاجة، انسى الخروج، انسى اللعب، انسى الموبايل، انسى النوم، بس افتكر حاجة واحدة بس وهي المذاكرة. الغريب ان اي حد خلص تالتة ثانوي تيجي تسأله السنة كانت عاملة ازاي معاك يقولك ايه يا عم حرام عليك ما تفكرنيش. مفكركش بيها يا معلم، انت كنت جاي من تأبيدة ولا ايه؟ اصحابك بقى بيكونوا نوعين، نوع بيقولك انا خلصت الكتاب كله، والتاني بيقولك انا لسه بقرا الغلاف، وانت بتكون قاعد محتار ما بينهم. وحرفيا اي حد في ثالثه ثانوي محتاج له حد يقول له يا كوتي. بجد عشان بيكون متضايق جدا وقرفان جدا والدنيا بايظه معاه وموديها شمال قوي بيه. وكل الفيديوهات اللي بتظهر لك وانت في ثالثه ثانوي ازاي تجيب 99% في 4 خطوات، او ازاي تخش كليه طب او هندسه من غير ما تذاكر. طب ازاي؟ طيب ده كده الناس كلها بقت الدكتور مجدي يعقوب. بس الحقيقه ثالثه ثانوي مش فيلم رعب ولا حاجه، هي سنه بس محتاجه صبر وتنظيم لوقتك وما تسمعش كلام الناس، عشان كلام الناس هو اللي بيخوفك، وان اغلب الخوف بيجي من كلام الناس مش من السنه. كل سنه في الاف الناس بتعدي ثالثه ثانوي وما بيحصل لهمش حاجه، بس بجد بجد لازم تتوكل على الله في السنه دي وتجيبها من اولها لاخرها تركيز، تنظيم لوقتك وصبر وعزيمه واراده عشان تنجح وتفرح اهلك. على فكره انا فاضلي شهر واخش ثالث ثانوي، والكلام ده كله انا بقوله عشان تطمن اي حد داخل معايا. ويا رب انا واي حد داخل ثالث ثانوي السنه دي ربنا يوفقه، ويا رب الناس اللي بتمتحن دلوقتي ربنا يوفقها وينجحها. وبس كده. لو انت خلصت ثالث ثانوي يا ريت تكتب لنا في التعليقات نصيحه عشان تساعد بيها الدفعه الجديده. وبس كده، والسلام عليكم.